طلعوني من هنا، انا مش قادر اقف. اين المفر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ ربنا بيقول لا اقسم بيوم القيامة. من احسن التفسير اللي سمعتها في حياتي ان هو ربنا بيرد على المشركين في الاول فبيقول لهم لا، بعد كده بيبدأ سبحانه وتعالى بيقول اقسم بيوم القيامة. ربنا بيقسم بيوم عظيم، يوم كلنا هنتجمع فيه، يوم الكل رايح له، يوم الكل هيقف فيه. انت استعدت له يا صديقي؟ انت فكرت فيه؟ انت جهزت له؟ ولا انت قاعد تلعب؟ ولا انت بتتبع شهواتك؟ ولا انت بتتبع اهوائك؟ ولا انت بتقول بكره هتوب؟ لا، اليوم ده ممكن يجي في اي لحظه من غير ما انت متتوقع، بس هو كده كده جاي، وكده كده كلنا هنقف فيه. ولا اقسم بالنفس اللوامه. النفس يا صديقي على 3 انواع: نفس مطمئنه، ونفس لوامه، ونفس اماره بالسوء. احسنهم النفس المطمئنه، واسوأهم الاماره بالسوء، والمتوسطه ما بينهم اللوامه. طب ايه النفس اللوامه دي؟ النفس اللوامه دي اللي هي بتلومك على لو انت عملت خير تقول لك انت ليه ما كترتش يا عم، انت ليه وقفت، ولما تعمل شر تلومك انت ليه عملت كده، انت وحش، انت تقعد تعمل ايه، انت بتعمل ايه، تقعد تقول لك كده. اسكت. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ يعني الانسان ده مش معتقد ان احنا نقدر نجمع عظامك تاني؟ يعني مش معتقد ان ربنا يقدر يجمع عظامك تاني؟ ده ربنا هو اللي خلقك، يعني انت هو اللي خلقك وانت مش معتقد ان هو يقدر يرجعك؟ يعني انت عبيط يعني اللي بينتقد كده بجد هو عبيط. يعني انت مثلا لو دخلت المطبخ كده وقلت انا هبدع بقى، رحت جبت اكله وعملتها، قول مثلا بيض مقلي، هل انت اول مره عملت البيض زي المره العاشره زي الميه المية؟ لا، المره المية بتبقى اسهل، او المره العاشره يبقى اسهل. نفس الكلام، الاعاده اسهل من الخلق، كل حاجه على ربنا سهله، وكل ذلك على الله يسير. بلى قادرين على ان نسوي بنانا. ربنا بيرد ويقول لك بلى قادرين على ان نسوي بنانا، يعني احنا قادرين نرجعك حتى اناملك. ده هي الانامل دي، الانامل دي اللي هي اطراف صوابعك، البصمات اللي هم بياخدوا منها التحيات. عارف انت يقول لك احنا نرفع البصمات ليه؟ لان مفيش اتنين على وجه الارض بصمتهم متشابهه، كل واحد ليه بصمه مختلفه. بل يريد الانسان ليفجر امام، يعني الانسان عارف اللي احنا نقدر نرجعه، بس هو بيميل. الفجور يعني الميل، يعني سمي الفاسق والعاصي فاجر لانه بيميل عن الحق. بل يريد الانسان ليفجر امامه، مش عاوز يتوب، بيقول لك هتوب بكره، هتوب بعده. يا عم فكك، لا مش كده يا صديقي، مش كده، ممكن نموت يجيلك في اي وقت. بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه. بيقعد بقى يستهزأ كده يقول لك هو امتى يعني اليوم ده؟ يا عم احنا نقعد نعيش كده اليوم ده، يا عم خلينا نعيش الدنيا بقى، احنا نعيشها مره واحده يبقى نعيشها بقى خلاص. مش كده ولا يا صديقي؟ مش بتسمع ناس تقول كده؟ مش بتسمع حد يقول كده؟ فاذا برق البصر، يعني انحرف، يعني برق. عارف انت لما تشوف مفاجاه قويه جدا فتبرق كده من هول الموقف، عينك تتفتح قوي كده، تخيل انت شايف النار وشايف الزبانيه وشايف الوحوش وشايف الحيوانات وشايف كل حاجه. فإذا برق البصر انحرف من كتر الهول للموقف. وخسف القمر، القمر نوره اتمحى. انت تخيل كده القمر اللي هو بيضيء لك الليل ده نوره اتمحى، اتقفل. وجمع الشمس والقمر، يعني ربنا جاب الشمس والقمر وجمعهم مع بعض. وبعض المفسرين قالوا ان هو يجيب الشمس والقمر ويروح جامعهم ورميهم في النار، عشان يبين اللي بيعبدوهم انهم مجرد مخلوقات من مخلوقات ربنا، لا يملكون لانفسهم لا ضر ولا نفع. فالكافر بقى يقول في اليوم ده طلعوني من هنا، أين المفر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ طلعوني، مش قادر أقف. فيروح ربنا يرد عليه ويقول له كلا لا وزر، خلاص انتهى، اتسحبت ورقة الامتحان، مش هتعرف تحل تاني، خلاص كله رايح للمصير. إلى ربك يومئذ المستقر، كله رايح له، كله هيقف في اليوم ده. أنا وأنت يا صديقي هنقف، أنا وأنت هنقف ونحاسب، أنا وأنت هنقف ونشوف أعمالنا معروضة قدامنا. إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يعني أنت هيتقالك كل حاجة، أول عمل وآخر عمل، اللي مش معروف واللي معروف، اللي في السر واللي في العلن. يعني لما تقفل على نفسك كده يا صديقي الأوضة، ولا تقفل على نفسك الحمام وتعمل أعمال شمال وتتفرج على حاجات مش كويسة وتعصي ربنا شايفك وعارفك وسامعك وعالم بيك وقادر إن هو يمحيك، بس هو بحلمه سبحانه وتعالى سايبك لعلك تتوب في يوم من الأيام وترجع لربنا سبحانه وتعالى. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني أنت عارف نفسك يا صديقي، العاصي عارف إنه هو بيعصي ربنا، والكافر عارف إنه هو كافر، والملحد عارف إنه هو ملحد، والغلطان عارف إنه هو غلطان. عارف أنت كده اللي هو بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني أنت أكتر واحد عارف بنفسك،
بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. خلاص أي عذر هتجيبه ما ينفعش، لو جمعت كل أعذار الدنيا ما تنفعش في حاجة. خلاص الورقة اتسحبت واتسلمت، خلاص الامتحان خلص. ولو ألقى معاذيره خلاص انتهى. وبرضه انتهى الجزء الأول من تفسير سورة القيامة يا صديقي. قول لنا رأيك في التعليقات ونشرها بين الناس، يمكن يكون سبب في هداية حد، وربنا يهدينا ويهدي الناس جميعا. وبس كده يا صديقي، أسأل الله أن عنكم الهموم وشرحنا ولكم الصدور، وصدقاتنا وأوقاتكم فإنه هو الحي القيوم، وهو يعلم أني فيه يحبكم فإنه علام الغيوب. كان توفيقا فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.